ليه ما تجربتش تكتب؟ ليه ما تجربتش تكتب الحاجات اللي مضايقاك واللي مزعلاك؟ ليه لما يحصل لك موقف يزعلك ومضايقك ما جربتش تكتبه؟ ليه ما جربتش تكتب المشكله اللي انت واقع فيها ومش لاقي ليها حل؟ ليه ما جربتش تكتب المشكله دي؟ ليه ما جربتش تكتب لو افكارك متلخبطه ومش عارف تعمل ايه؟ ليه ما جربتش تكتب الافكار اللي في دماغك وتكتب ايه هي الحاجه اللي مشغله دايما دماغك؟ صدقني عاوز اقولك ان السايكولوجيست علماء النفس من اكتر الحاجه اللي بيعملوها عشان يخلوا الناس اللي بتجيلهم ان هم يكون عندهم اتزان نفسي، ويكون ان هم يحافظوا على راحتهم النفسيه، وكمان ان هم يعرفوا ازاي يتحكموا في مشاعرهم ويتحكموا في حالتهم المزاجيه، هم ان هم بيخليهم يكتبوا الحاجات اللي مضايقاهم، يكتبوا الحاجات ان هم شغالين دماغهم، يكتبوا كل حاجه في دماغهم، مش لازم بالترتيب، اهم حاجه يطلعوا كل اللي في دماغهم في الكتابه. دايما علماء النفس والسايكولوجيست يقول لاي حد متضايق وزعلان ينصحه بحته ايه؟ ان هو يكتب ايه الحاجات اللي مضايقه. يعني انت لو عاوز توفر فلوسك يعني ما تروحش يعني سايكولوجيست وتدفع يعني فلوس كتيره، انا بقول لك هو على السر اللي بيعملوه السايكولوجيست، اصلا انا دارس برضه علم نفس وفاهم بجد والله. عاوز اقول لك ان الكتابه من اكتر الحاجات اللي لو انت عملتها وجربت تعملها، حتى لو جربت تعملها مده اسبوع واحد، حياتك هتتغير بشكل كبير جدا للاحسن. نفسيتك هتكون متزنه بشكل كبير جدا، هتكون عندك راحه نفسيه، زائد كمان انك انت هتعرف انك انت ازاي تتحكم في مشاعرك، هتعرف ازاي انك انت ترتب افكارك. لو انت مثلا افكارك دايما متلخبطه هتعرف بعد كده انك انت ازاي ترتب افكارك. لو انت كمان وقع في اي مشكله مهما كانت المشكله دي ايه، حرفيا لما تيجي تكتب المشكله وهتبتدي تكتب ايه الحلول اللي جايه في دماغك دلوقتي، هتعرف وهتلاقي حل للمشكله دي. خد بالك في ابحاث اتعملت في علم النفس في بريطانيا سنه 2003، لقت ان اكتر ناس بيكون عندهم اتزان نفس رهيب، اكتر ناس بيعرفوا ان هم لو وقعوا في اي مشكله يعرفوا يحلوا المشكله دي، اكتر ناس بيعرفوا ان هم يتحكموا في عواطفهم ويتحكموا كمان في المشاعر، هم الناس اللي بيكتبوا ايه اللي بيحصل لهم في يومهم، بيكتبوا الحاجه اللي مضايقاهم، بيكتبوا الحاجه اللي شاغله تفكيرهم مش عارفين يبطلوا التفكير فيها، بيكتبوا ايه الحاجات اللي هم حاسين بيها. فلو تسمع بس كلام اللايف كوتش بتاعك، هات لك كده نوت كده صغيره وابتدي اكتب. طيب تكتب ايه بقى؟ ابتدي اكتب ايه الحاجات اللي بتحصل لك في يومك، ابتدي اكتب اي حاجه انت بتفكر فيها، ابتدي اكتب ايه الحاجات اللي انت حاسس بيها. هتقول لي يعني هو اصلا الصراحه يعني خط وحش كده، عايز اقول لك خط يعني مش حلو قوي، بس خد بالك الحلو قوي في الكتابه ان هو اللي انت بتكتب كل حاجه انت حاسس بيها، بتبتدي تكتب حتى لو كان خطك مش حلو، مش مهم اصلا، مش فارق اصلا خطك حلو ولا خطك وحش، ولا كمان مش فارق انت بتكتب ازاي، اهم حاجه انك انت بتكتب وبتطلع كل اللي جواك وكل اللي شغل دماغك في الكتابه، وده على فكره هيريحك جدا. طب لو انت جيت كده تكتب بس حسيت انك انت مش عارف تطلع اللي جواك، مش عارف تكتب ايه، هقول لك على اسئله بسيطه قوي تكتبها، واول ما تكتبها وتسالها لنفسك هتلاقي نفسك انك انت بتطلع كل اللي جواك وانك انت بتكتب ايه اللي انت حاسس بيه. يعني مثلا خد عندك اول سؤال تكتبه، اول سؤال انا حاسس بايه دلوقتي، اكتب السؤال ده واساله لنفسك. اول ما تساله لنفسك هتلاقي كده دماغك وعقلك كده عمال يطلعوا كده ايه اللي انت حاسس بيه، فتلاقي نفسك مره واحده عمال تكتب ايه الحاجات اللي انت حاسس بيها. ولما تعمل كده ده هيخليك تطلع كل الطاقه الوحشه، كل الطاقه السلبيه، كل المشاعر السلبيه اللي جواك اللي انت مخزنها جواك، فبالتالي ده هيخليك انك انت يكون عندك راحه نفسيه. تاني حاجه اكتب مثلا لو انت مثلا دماغك مثلا مشتته، افكارك متلخبطه، اكتب دلوقتي انا دلوقتي اكتب في ايه، وابتدي اكتب كل الحاجات اللي انت بتفكر فيها. عندك مثلا تالت سؤال، ايه هي الرساله اللي انا اقولها لنفسي النهارده؟ مهم قوي السؤال ده، لان احنا بنيجي في اخر يوم بنقابل مواقف وحشه، بنقابل مواقف حلوه، فبالتالي خلي عندك كده قول رساله لنفسك بحيث ان انت تفيدك بعد كده، بحيث انك انت مثلا لو في اي حاجه اتعلمتها النهارده في يومك، حصل لك موقف اتعلمت منه، فابتدي اكتب ايه هي الرساله اللي انت عاوز تقولها لنفسك. اوعدك انك انت لو جربت من دلوقتي انك انت ابتديت تكتب، حرفيا هتلاقي نفسك مره واحده كده حالتك النفسيه بقت متزنه بشكل كبير جدا، هتلاقي نفسك انك انت بقيت عارف تتحكم في عواطفك، بقيت عارف تتحكم ازاي في مشاعرك، بقيت افكارك مرتبه مش مشتته، بقيت انك انت لو وقع في اي مشكله هتعرف تحل المشكله دي. طبعا زي ما انت عارف انا عموره اللايف كوتش بتاعك.